اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في بودكاست اديفيرس توكس. متعودين كل اسبوع يكون معنا نجم من نجوم المجتمع في تخصص ومجال من مجالات الحياه المختلفه. نجمنا النهارده او الضيف الغالي جدا علينا النهارده هو استاذ احمد خليفه، متخصص في الماركتينج والمبيعات. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سيدنا. طبعا يعني انا سعيد جدا ان انت موجود معانا. الله يسلم حضرتك. وكانت فرصه سعيده ان احنا نتقابل قريب. طبعا فانك تقبل تكون موجود معانا النهارده فده يعني شرف كبير لينا. ده شرف كبير ليا والله. الله يسلم حضرتك، ربنا يكرمك يا رب ويوفقكم يا رب ويكرمكم في كل حاجه بتعملوها. ربنا يخليك. الله يسلمك. هدخل معاك على طول عشان في ناس كتير يلا بينا مستنيين يفهموا حاجات كتيره جدا احنا كلنا مش فاهمينها. تمام، تحت امر حضرتك. اول حاجه وانا ماسك الموبايل بعمل سكرول كده، انا باخد قرار ان ادخل اشتري بقلبي ولا بعقلي؟ حلو جدا. طيب هو الموضوع باختصار، احنا القرار اللي بيتاخد عشان مثلا اشتري حاجه معينه هو ده قرار واعي او قرار كونشس، ده نقدر نسميه العقل. كويس كده. لكن في عقل تاني او في جزء تاني من عقلنا. احنا عقلنا عباره عن جزئين، جزء اسمه العقل الواعي وجزء اسمه العقل اللاواعي، كونشس وان كونشس. كويس. وزي ما كنا لسه بنتكلم من شويه، الكونشس ده ممكن بنتكلم في حوالي 5% من القرارات بتاعتنا في العموم، والانكونشس 95%. طيب مين العقل اللي بيشتري في الاخر؟ هو العقل اللي بنقدر نسميه العقل الواعي المنطقي، اللي بياخد القرار بشكل منطقي. هو ده العقل اللي بيحلل وبيقارن وبياخد القرار الشرعي. لكن في عقل تاني هو العقل اللاواعي، ده بيستقبل المعلومات كلها وبيفلترها ويشوف ايه اللي مهم فياخده وايه اللي ما يهموش فما ياخدوش. وده اللي بيفسر لحضرتك انك انت لما مثلا تسكرول على التليفون مثلا او ايا كان السوشيال ميديا او كده، بتلاقي نفسك في حاجه معينه وانت بتسكرول بتقف عليها، وحاجه تانية لا بتعدي. ده السبكونشسلي بقى انت عملت بالظبط كده. الانكونشس او السبكونشس هو بيختار او بينور معاه كلمات معينه او صوره معينه او حاجه معينه بمشاعري باهتماماتي. هو بالظبط كده علاقه باهتماماتي. تمام. فاول ما الاقي حاجه في اهتماماتي بروح واقف ابدا ابص على الموضوع. فدي اول خطوه. بعد كده ببدا افتح الكونتنت ده ايا كان هو ايه، ابدا اشوف جواه التفاصيل الموجوده جوه. اللاواعي بقى ما بيسكتش. اللاواعي بيبدا خلاص هو خد المعلومه اللي تهمه، بعد كده بيبدا يعمل فريم او اطار من عنده، من مشاعره ذكرياته عواطفه العادات كل الكلام ده، ويبدا يضيف على المعلومه دي. عشان كده مثلا من ضمن الحاجات اللي دايما بقولها، احنا عندنا يعني في حاجه اسمها الانحياز التاكيدي. كويس. ده بيخلينا ناخد قرارات معينه او افكار معينه بسبب سابق التفكير بتاعنا. زي مثلا كان في تجربه اتعملت ان هم جابوا مجموعه من الناس، قسموهم نصين. تمام. يعني مجموعه الناس اتفرجوا مع بعض وهم محددين هم هيتقسموا نصين. المجموعه دي اتفرجوا على فيديو، تمام، عباره عن بنت قاعده في جنينه وقاعده بتقرا كتاب لوحدها وبتتصفح الكتاب ده وبتبص على الورد وحاجات زي كده بس لوحدها تماما. وبعد كده اللقطه اللي بعدها انها قاعده بتتكلم في التليفون بحيويه ونشاط وكده. اللقطه اللي بعدها قاعده في مكتبه وبتراقب الارقام بتاعه الكتب والحاجات دي كلها. الصوره اللي بعدها انها قاعده مع صاحباتها بتتكلم بنشاط وكده. تمام كده. وبعدين قسموا المجموعه دي لنصين، تمام، متطابقين مع بعض كتعليم كسن حاجات زي كده. وسالوا المجموعه الاولانيه، قالوا لهم انتوا ايه رايكم ان البنت دي تشتغل في المبيعات؟ فقالوا جدا تشتغل في المبيعات لانها بتتكلم وبتحب وليها صحبات وليها نشاط وبتاع. طب ايه رايكم انها تشتغل امينه مكتبه؟ فقالوا لهم لا، ما تشتغلش امينه مكتبه لانها بتحب النقاش والكلام وكده. المجموعه الثانيه اول سؤال سالوها كانت ايه رايكم تشتغل امينه مكتبه؟ فقالوا لهم حلوه جدا تشتغل امينه مكتبه، تحب الكتب، تحب تقعد لوحدها وتحب الارقام ارقام الكتب والاعتناء بيها وكده. طب ايه رايكم تشتغل بياعه؟ قالوا لهم لا. فكان ايه الفرق بين المجموعتين؟ مع انهم اتفرجوا او اتعرضوا لنفس الصور. ايه بقى الفرق؟ هو اول سؤال. فالانحياز التاكيدي مثلا من ضمن المشاكل اللي بتحصل لنا مثلا في اول يومنا، احنا ده خطا كبير جدا بنقع فيه كلنا. احنا اول حاجه بنعملها ان احنا نفتح السوشيال ميديا، نفتح الفيسبوك، نفتح الانستجرام، الحاجات دي كلها. فبتبدا يعني ايه تفكيرك لمده نص اليوم تقريبا بيروح مع الكونتنت اللي انت تعرضت ليه. ده برضو الجزء ده بيعمله اللاواعي. فانا عقل زي ما حضرتك السؤال بتاع حضرتك، انا بشتري ازاي؟ انا بشتري بعقلي بالواعي وبشتري باللاواعي. بس اللاواعي ده اللي هو القلب والذكريات بيؤدي الى الوعي، هو اللي بيوصل للواعي. فانا في الاخر بشتري بالواعي بس ببرر للاواعي. بالظبط. يعني ممكن مثلا انا بحب مثلا اي حد مثلا معين، شخص معين شفته انا حبيته
تمام، فهشتري منه. طيب انا لو ما حبيتوش ممكن ما اشتريش منه. فده برضو من ضمن الحاجات مهمه جدا اللي كنا عايزين يعني دايما ناكد عليها، ان ازاي اعرف الناس بتفكر وازاي الناس بتاخد قرارات الشراء. فده نقطه مهمه جدا. حلو جدا. طيب حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بتقول ده فلان يشتغل بتاع مكتبه ولا يشتغل في السيلز ولا كذا ولا كذا. بما ان حضرتك متخصص في السيلز، السيلز ده هل كلنا بنبيع؟ يعني حضرتك كنت قاعد دلوقتي معايا، كنت قبل الهوا ما شاء الله كنت بتبيع. الله يكرمك. بعت الحمد لله الحمد لله. وانا اشتريت. عيب عليك. كونشسلي وسب كونشسلي كمان. الحمد لله الحمد لله. اللي كلنا محتاجين مهارات البيع. ده حقيقي. يعني هديك مثال. المدرس، هل المدرس محتاج يكون عنده مهارات بيع؟ هو المدرس محتاج مهارات البيع في حاجتين. كويس. اول حاجه لو عنده البيزنس بتاعه الخاص بيه زي ما كنا بنتكلم من شويه، والجمهور بتاعنا كبرنامج كشركات وكده، فده محتاج المبيعات طبعا، لان هو انتربرينور، هو رائد اعمال، فمحتاج يبيع. تاني حاجه المدرس محتاج ان هو يتعلم ازاي يبيع جوه السيشن بتاعته، جوه الحصه بتاعته، يبيع الفكره. بالظبط كده. لان انا مثلا انا شخصيا حتى جوه التدريبات بتاعتي انا مدرس، يعني بحاول ابقى مدرس يعني. كويس. الله يسلمك حضرتك، الله يبارك في حضرتك يا فندم. العفو. فانا كمدرب جوه التدريب بتاعي انا ببيع المعلومه للمتدرب اللي بيحضر معايا علشان اقدر اتاكد انا كاحمد ان الشخص ده استفاد اقصى استفاده ممكنه. فمهاره البيع دي طبعا يعني لو فكرنا فيها كده، هي يعني امتى بدا البيع؟ من وقت ما ربنا سبحانه وتعالى بدا الخلق. يعني اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وبدا يتعامل مع غيره، فكان في مقايضه وكان في نقاش وكان في كده، فالبيع بدا من هنا. فالبيع هي مهاره شخصيه مهمه جدا 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 لاي انسان عشان يقدر يحقق نمو في حياته. لان البيع يعني حتى لما بكلم، انا النهارده الصبح كنت في سيشن في الرياض، يعني بدي سيشن الناس في الرياض، فقلت لهم البياع بيعمل حاجتين. البياع بيزود القيمه في ذهن العميل بتاعه، وبيبني علاقه بينه وبين العميل بتاعه. فانا البيع هو نصين دول. هات لي اي حد في الدنيا بيتناقش مع اي حد تاني مش محتاج الحتتين دول. لا مفيش طبعا. بالظبط كده. ان انا ازود القيمه حتى لو انا بنيجوشيت، بتفاوض، بقنع حد بحاجه. حتى لو بقنع حد مثلا، يعني لو انا بقنع ولادي ناكل في المطعم ده بدل المطعم ده عشان ارخص مثلا، يعني او كده، انا بحب او انا يحب المطعم ده. فلو حبيت اقنعهم بحاجه هحتاج ان انا نيجوشيت، هحتاج ان انا اتفاوض، هحتاج ان انا اقنع. فاي حاجه بنعملها في حياتنا هنلاقي فيها نوع من انواع التفاوض، نوع من انواع الاقناع. لو انا مدرس هحتاج ده، لو انا قائد او مدير هحتاج اقنع الناس بفكره، لو انا اب هحتاج اقنع الناس بفكره، اولادي بفكره. فانا اي حد، او اقنع مديري بفكره. يعني هي طول الوقت احنا بنجوشيت، بنتفاوض وبنقنع وبنأثر وكده. فدول مهارات اساسيه في المبيعات يعني. طب هاخد برضو همشي معلش معاك مع زي المدرس، الفل. لان بما ان انا راجل مدرس يعني وافتخر طبعا يعني مكمل. انا دلوقتي عندي مشكله كبيره جدا، وكل الناس اللي موجودين معانا اللي بيعملوا بيزنس على السوشيال ميديا عندهم مشكله كبيره. انا عندي مدرسه اونلاين، بنعمل اعلان، وبيجي لنا ليد، والسيجمنت بتاعتنا بيرنتس. انا مستهدف مين؟ مستهدف الديسيجن ميكرز اللي هم البيرنتس، ام او اب. بيدخل عندي 1000 رساله. لما اجي اشوف بقى الكونفرجن ريت، الاقي مثلا نسبه قد ايه المفروض تكون مقبوله من ال1000 دول المفروض يسجلوا معايا، وايه العوامل اللي بتخلي النسبه دي تبقى 10 20 30 او 1%. ايه العوامل اللي بتاثر دي؟ هل ناس بتوع السيلز اللي عندي، هل طريقه التواصل بتاعتهم، هل البيهيفير بتاع البيرنت نفسه، هل الموضوع ده بيشغلنا كلنا بنفكر خير نعمل ايه بقى؟ فين فين يا جماعه الرسائل دي كلها مش هتسجل. بالظبط كده. طيب هي دي مشكله اي بيزنس في الدنيا، يعني مش في التعليم بس، في كل البيزنسز اللي احنا بنشتغل فيها. اول حاجه زي ما اساتذتنا في التسويق بيقولوا، نبدا من العميل. كويس. انا دلوقتي هل انا عارف اولا انا مين هو العميل بتاعي؟ يعني اي استراتيجيه تسويق واي شغل في المبيعات هو طبعا مبني على التسويق. انا علشان اعرف ابيع كويس لازم افهم الاول انا عميلي مين. فانا فهمت عميلي كويس، تمام. تاني حاجه ببدا اشوف الشخص ده هو محتاج ايه، تمام. يعني اعرف العميل واحتياجاته عشان اقدر احدد اني انا هستهدف عميل معين. انا هستهدف عميل معين. طيب بعد ما استهدفت العميل ده، تمام، هل كل الناس اللي هتوصل لهم الرساله، يعني تعالوا ناخدها يعني علميا الاول، بقى كده نبدا نسقط الكلام بتاعنا عليها. تمام. اول حاجه حدد العميل واحتياجاته وظروفه والقدرات الشرائيه بتاعته، كده حددت اول حاجه. تاني حاجه لازم اعرف يعني لازم تاني حاجه اعرف ايه الفرق بيني انا
يعني ابدا ابص عليا انا بقى مم. ايه الفرق اللي بيني وبين غير المنافسين، مم. عشان اقدر اخليه هو يروح للمكان بتاعي مش لمكان حد تاني. في الفاليو وفي السعر وفي كل بالظبط حاجه. كده وفي كل حاجه. مم. على اساسه بقى هبدا اعمل المزيج التسويقي بتاعي اللي هو الفور بيز اللي احنا بنسميها او كده، مم. المنتج بقى بتاعنا والتسعير بتاعه والمكان اللي احنا بنتقابل فيه مع العميل بتاعنا وطريقه الاعلان والمبيعات بتاعتنا. مم. تمام كده. طيب فده باختصار كده خطه التسويق. طب انا كلمتين. جبت بقى آه. عملت كل ده وجبت التارجت اودينس ال1000 دول. التارجت اودينس ما اول حاجه بيرنتس خلاص. اول حاجه ال1000 دول مثلا نفترض احنا معانا 1000 بيرنت كويس. ال1000 بيرنت دول هل كلهم من نفس السيجمنت بتاعتي؟ ممكن يكونوا لا. مم. فهنا بقى نشوف الناس بتوعنا بتوع الديجيتال ماركتنج او التسويق ممكن يكونوا بيرنتس بس مش من نفس السيجمنت بالظبط الماديه كده مثلا، ما يقدرش يدفع المصاريف بتاعتي. او هم مثلا مش مهتمين بالتعليم اونلاين، صح. مهتمين بالتعليم اوفلاين، او مثلا طريقه الرساله بتاعتي وانا بتكلم معاهم اتكلمت بلغه غير اللغه بتاعتهم. مم. فانا ما عرفتش احدد الكاركترستكس بتاعتهم، مم. الخصائص بتاعتهم، فانا اتكلمت بطريقه هم ما يفهموهاش. ما انا مم. يعني برضو لسه النهارده كنت بقول للشباب، انا لو انا جبت واحد مصري وبيكلم واحد الماني وده بيتكلم مصري وده بيتكلم الماني، لو المصري ده قال اجمل وابلغ قصيده باللغه العربيه التاني مش هيفهم حاجه ولا حاجه. لكن لو يتكلم الماني مكسر هيلقطوا بعض. تمام. فالفكره بتاعتي انا كبياع او انا كماركتنج او انا كمؤسسه عموما لازم اتكلم باللغه اللي يفهمها عميلي. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه يعني اول مره اقولها في تسجيل او في لقاء او كده. انا في مره كنت واقف في محاضره تمام وبقول للناس مفيش حاجه يا جماعه اسمها تسويق عقاري، احنا اسمنا بياعين عقاريين. وانا خارج من المحاضره كان المفروض اكتب اعلان عشان اجيب بيه بياعين في شركه عقارات. كتبت ايه في الاعلان؟ مطلوب تسويق عقاري. خطبوا الناس على قدر بالظبط عقولهم كده. هو ايه المصطلح اللي الناس فاهماه؟ مسوق عقاري. القصه دي حصلت من 10 سنين بالظبط. أيوه. خلاص. فالمفروض اكتب مطلوب مسوق، انا كتبت مطلوب مسوق عقاري وانا لسه المفروض بياع عقاري. المفروض هقول لو قلت بياع عقاري في الوقت ده ساعتها الناس مش هتفهم الكلمه. صح. فلازم اتكلم مع الناس باللغه اللي هم يفهموها، اللغه اللي انا اقدر استوعبها. فانا مثلا مثلا انا مثلا، ما هي دي بقى النقطه، انا لازم ابقى فاهم العميل بتاعي فاهم البرودكت اللي انا ببيعه. تمام. فانا البرودكت بتاعي هو تعليم اونلاين باللغه العربيه للناس مثلا التعليم الناشونال. يبقى لازم اكلم البيرنتس دول بالعربي كذا وفي كلمات عربيه واضحه حتى لو بالعاميه بس في كلمات عربيه واضحه. طيب عملت ده بنسبه قد ايه الكونفرجن ريت المقبول؟ مفيش نسب هنا بقى. يعني انا كاحمد ما اعرفش اشتغل استشاري عند حضرتك واقول لك انا ببيع اكتر كده. انا بعت البيعه الاولانيه واشتغلت البيعه اللي بعدها. انت هتدرب وتشتغل بعدك. مش عيب عليك ما بطلش. مش هقول لحضرتك على حاجه. انا دلوقتي جبت البيرنت المهتم اللي عاوز يعلم ولاده تعليم مصري ودخل يتكلم معايا، اديت له كل البيانات. حلو. خلاص. سالني السؤال اللولبي. ممكن بكام؟ تفاصيل. لا ممكن تفاصيل. ممكن تفاصيل. ممكن تفاصيل. هو سابني بقى انا في البحر. تفاصيل ايه؟ اي بقى تفاصيل مش مهم. جاوبت له على كل حاجه. خلص الكلام. ما هو هقول لحضرتك على حاجه. في جوه دماغ اي بني ادم في الدنيا كفه ميزان في كفتين. اي بني ادم يشتري، يعني اي شخص اي حد فينا كده يفكر هو بيشتري اي حاجه. في كفتين لميزان جوه دماغنا، كفه اسمها المكسب وكفه اسمها الالم. المكسب والالم بالظبط كده. المكسب ده اللي هو ايه؟ انا هستفيد ايه من التعليم مثلا، او لو انا بشتري مثلا شوز كويس او موبايل، انا بشتري موبايل، فايه المكسب اللي هستفيده من الموبايل؟ ده كفه الايه؟ المكسب. في كفه الالم، ثمنه كام؟ هدفع كام؟ هتعور في كام بالظبط كده. هو الالم بالمناسبه العلماء بتوع النيورو ماركتنج اكتشفوا ان لما الناس بتشوف السعر منطقه الانسولا في المخ هي اللي بتتحرك، منطقه الالم. ده معناه ان البرايس از بين، هو وجع. بالظبط كده. خلاص. وبالمناسبه برضو اكتشفوا ان ايا كان الشخص ايا كان مستواه المادي بيتعور برضو. ايوه طبعا. بتوجع. ايوه طبعا. كويس. بس في حد بيتشك بسيطه، في حد بيتهبط جوه. أيوة. فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي البيرنت دلوقتي هو داخل كويس، فعنده كفه اسمها كفه المكسب. انا بدور على تعليم كويس لابني، بدور على كذا، بدور على كذا. تمام. فاحنا قاعدين بنتكلم ونعلي المكسب ونزود الكفه دي وننزلها لغايه ما ايه؟ بكام؟ اول ما اسمع السعر لا يختفي. طيب الجمله دي برضو زي ما دايما بقول هي فيها يعني ايه، يعني ده بيحصل مننا كلنا كبشر. يعني برضو لو انا مثلا قلت لحضرتك ايه رايك في الرياضه
ان انا العب رياضه واتمرن واجري وامشي وبتاع. خلينا في المشي بلاش الجري. ايه رايك في المشي؟ تقول لي حلو جميل جدا، جميل. طب يلا ننزل نمشي دلوقتي 5 كيلو. لا شكرا، بالظبط كده. مش فاضي، عندي هي حلقه دي. تانية بعد عندي دي. شغل بعد ده مش عندي فاضي حلقه لك. تانية بعد مش فاضي لك حضرتك. بالظبط كده. فده الفرق ما بين الحاجه الكويسه او المكسب. الرياضه حلوه، التعليم حلو، مش عارف مين، وهدفع كام. فوظيفه الماركتنج، وظيفه عموما كاعلان كادفرتايزنج وكبراندنج، والناحيه الثانيه كبياعين الشغل بتاعنا احنا. وظيفه الاثنين دول نزود المكسب واخفف الالم. كويس. طب بعمل ده ازاي؟ بكلامي برضو. انا مش هعمل له تقسيط، مش هعمل له خصم، مش هنزل سعري، لا هو نفس السعر ونفس المكسب، بس انا طريقتي في الكلام واسلوبي في الكلام هو اللي بيخليني افهم العميل بتاعي هيستفيد ايه. تمرهم العميل بالظبط كده. ان انا ازاي اخليه يفهم هو هيستفيد ايه. ما هو انا برضو في مشكله كبيره جدا ان كتير من الناس اللي بترد على الرسائل تمام ما بيكونش اصلا متخصص مبيعات او مش دارس مبيعات. كويس جدا الحته دي اللي حضرتك قلت عليها، كنا بنتكلم فيها برضه قبل موضوع خدمه العملاء في الاونلاين. اي حد بيبيع اونلاين ان في اللي بيعمل خدمه العملاء هو اللي بيبيع. بالظبط كده. وبيكون غالبا ما بيبقاش للاسف ده خطا شائع عند معظم البيزنسز اللي شغاله اونلاين، انها بتقول ايه هو شخص بيرد على رسائل مودريتور، مع ان هو الموضوع مش كده خالص. هو المفروض ان هو شخص يكون فاهم اصلا يعني ايه عميل، يعني ايه رد فعل، يعني ايه قيمه. لان انا في الاخر انا يعني مثلا في كل تدريباتي انا يعني الحمد لله رب العالمين دربت من اول الناس اللي مثلا شركه زي امبراطور بتبيع ملابس داخليه ممكن يبيعوا شراب او اندروير او كده، حاجات مثلا ب 50 جنيه لغايه الشركات العقاريه اللي بتبيع ب 20 و30 مليون جنيه في المنتج. تمام. ودربت في صناعات مختلفه من اول البي تو سي المستهلك النهائي لغايه شركات البي تو بي العملاقه اللي بتبيع مثلا حاجات زي الورق لمصانع كبيره. دربت هنا ودربت هنا في كل يعني في كل الصناعات دي الحمد لله رب العالمين. الفكره بقى فكره ايه؟ انا كبياع مش ببيع المنتج نفسه، مش ببيع التدريب، مش ببيع التعليم، مش ببيع السمستر. انا ببيع ايه؟ ببيع الفاليو اللي بيستفيدها البيرنت ده. وبرضه في نقطه تانية ودي عندي المفروض انا كحد شغال في التعليم وانا هديهم بقى سر يشتغلوا عليه. انا المفروض ما اكلموش هو، انا اكلم ابنه من خلاله هو. صح. تمام. في كلمه برضو بقولها، هو كلم مراته. لا هو ده ابعد حته نروح لها خالص. الديسيجن ميكر هي لا ما نكلمهاش خالص. دي مشكله انا كبيره جدا، لو اتكلمنا معاها هتبقى مشكله كبيره بيفشوا علينا كلنا. فانا بقول هنا ساعتها ممكن البنات بيعدوا في الحاجات دي بس برضو بنلبس كلنا. في كلمه دايما بقولها، لو انا نازل لوحدي وهتغدى كويس ممكن اصرف 10 قروش. لو انا نازل انا واولادي هصرف 30. صح. وانا مبسوط. فانا ممكن استخسر في نفسي اللي عمري ما استخسره في ولادي. صح. دي حقيقة. فلما اتكلم مع البيرنت دي نقطه لازم اي حد شغال في المبيعات يركز فيها. اي حد مدرسين بقى في الناس في اي مجال لازم يركز عليه ان هو لما يتكلم مع عميله على عاطفه الابوه يجيب سيره ولاده. يعني يقول له مثلا عشان ولادنا، واول الكلام يقول له احنا معانا اولاد قد ايه او اعمارهم قد ايه. الاسئله في الحته دي في منطقه الاولاد ومنطقه الاعمار وبتاع، طب اساميهم ايه. انا حتى في بياع عقاري في دبي مره في ورشه كنا عاملين رول بلاي، فالشاب بقول له كان بيقول لي احنا عندنا اولاد، فقلت له احنا كنا في ورشه يعني المفروض. فقال لي اعمارهم قد ايه، فقلت له عندي 14 وعندي 8. قال لي ما شاء الله الكبير بقى اسمه ايه. هو بقى في الفيديو كنا شغالين على زوم، لقاني عملت ازاي انا عايز انا المفروض في الورشه دي ان انا اصعب عليه الموضوع وبتاع، انا غصب عني ابتسمت جدا لانه جاب سيره ولادي، جاب سيره قلبي. صح. فانا لما اكون ببيع في التعليم او في اي منتج اجيب سيره ولاد العميل، اقول له احنا اساميهم ما شاء الله، طب اساميهم ايه. تمام. فساعتها العميل اوتوماتيك هتلاقيه مبتسم جدا ومبسوط جدا. انا عندي عبد الرحمن وعندي رقيه ده اولادها، فانا عندي عبد الرحمن وعندي رقيه، اقول له ما شاء الله، طب عبد الرحمن بقى ايه اكتر حاجه بيدور عليها في البرنامج التعليمي بتاعه. كده انا بدات ادخل في الحاجه بتاعه الولد ده عن طريق الاب. فساعتها الاب اوتوماتيك هتلاقيه متعاون، هتلاقيه بيطلع. احنا قلنا قبل كده اظهار القيمه وزياده القيمه وبناء العلاقه. الحتتين دول انا كمدرس انا كمعلم لو انا بقدر ابني الاثنين دول حتى مع الطلبه بتوعي الستودنتس بتوعي، لو انا بقدر ابني الاثنين دول الشخص ده هيقتنع بكل كلمه انا بقولها، واي حاجه اقولها بعد كده هيصدقها، واي حاجه اقولها بعد كده هيعمل بيها.
فانا لو قدرت ابني الحتتين دول، واحنا زي ما كنا بنقول مشكلتنا ان احنا كتير من الناس اللي في خدمه العملاء مش متعلمين مبيعات، مش واخدين تدريب حتى لو حاجات بدائيه. تمام، بدايات السيلز، اساسيات السيلز، مبادئ السيلز. هم بيتخيلوا ان هو الالحاح هو السيلز. ما هو الالحاح يعني اللي هو كتر الزنه امر انك تفضل بالسحر تفضل تزن وتبعت رسائل كتير. زن على ودان امر بالسحر. هو متخيل ان هو كده بيبيع. لا ده مش حقيقي. هو انا كده بس يعني ايه، بستغل وقت بيكون في فرصه متاحه. يعني برضو في حاجه بقولها، اي حد فينا مثلا لما بيجي يشتري حاجه بس قرار كبير شويه، يعني مثلا اشتري حاجه معديه ال1000 جنيه، بيعمل ايه اي بني ادم؟ بياخد على الاقل من 7 ل10 مرات تعرض للحاجه دي. يعني بينزل مثلا محل معين، طبعا الرجاله احنا هي مره واحده بنخش نشتري ونخرج، البنات بيلفوا المولات كلها ويسحلونا وراهم وبعدين ما كانوا يشتروش في الاخر ويطلعوا روح البياعين كلهم. ما علينا. احنا بنعمل ايه غالبا؟ تمام، احنا بندخل نتفرج على منتج معين، نشوفه ونتفرج عليه، تمام، وبعد كده نمشي. البياع بقى اللي احنا اتعاملنا معاه، تمام كده، ركز بقى في الحته دي، البياع اللي انا اتعاملت معاه ده هو فشل في البيع بتاعه للاسف. يعني هو ما عرفش يبني معايا علاقه ويزود القيمه. فانا بعمل ايه بقى كعميل؟ باخد منه معلومات 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 معلومات، رصيد معين من المعلومات، خلصت منه شكرا، هلف لفه وارجع لك، بروح رايح للمحل اللي بعده. تمام، معلومات 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 معلومات، لانه برضه ما بناش علاقه وما زودش القيمه. بسيبه واروح اللي بعده، 3 4 5 6، ممكن على السابع مثلا او الثامن اروح داخل شاري. البياع بقى رقم 7 ده هو اشطر من اللي قبله؟ لو بنى معايا علاقه؟ لا ما بناش. هم كلهم ما بنوش وكلهم ما ظهروش قيمه. هو تراكم، هو مجرد التراكم. فانا اشتري، فهو بيفتكر، في ناس بتفتكر ان هو باع عشان هو اللي باع. في الحقيقه لا، هو باع لان انا خلاص انا كعميل خدت كل المراحل، فبنى عندي رصيد كبير، ممكن اشتري من ده او ممكن ارجع لواحد من ال7 اللي قبله. هو العلاقه دي اللي بتخلي احيانا البياع لما ادخل اشتري مثلا قميص فيقول لي بلاش ده، خد ده. بالظبط، فيحسسني ان هو في صفي، انا مش في صف المحل اللي شغال فيه. بالظبط، هي دي اللي هو ده البيع اصلا. ان انا بقدم مصلحه العميل على مصلحتي انا الشخصيه، ان انا بفكر مع العميل، انا اصلا بسال العميل. يعني انا مثلا لما قلت لحضرتك انا كمدرس وسالت البيرنت، قلت له مثلا اولادنا بايه الحاجات اكتر اهدافهم، اكتر اهداف حضرتك من تعليم عبد الرحمن، واجيب اسم ابنه. فساعتها الاب هيبدا يتكلم، طول ما العميل بيتكلم بيبني علاقه. تمام، انا بقى طول ما انا بسمع، لان برضو في بياعين شطار قوي بيسمعوا نص الكلام بس، نص كلامي يعني، بيسالوا اسئله بعد كده يقولوا نفس العرض بتاعهم متعودين عليه. يا ابني بالظبط، يا ابني ما بيبنيش حاجه على حاجه. يا ابني اسمع اسال اسئله بعد كده ابدا يبني عرض. بس هو يعني بيطلعوا روحين. هل الاي اي بيهدد قطاع السيلز؟ يعني انا دلوقتي يعني لسه شايف اي اي بوت كده داخله، ان انت بتخش تديها كل الانبوت وهي بترد مكان الناس فعلا. وانا جربت وبصراحه لقيتها الاجابه لطيفه، يعني الاجابات لطيفه. هو عادي اتسالت ممكن تفاصيل وردت على ممكن تفاصيل بشكل برضو حلو جدا. هو الاي اي ممكن فعلا يستبدل البياع طول ما انا ببيع منتج بدون تفاصيل كتير. لكن لو في تفاصيل كتير هحتاج عقل بني ادم. طب لو انا اديت للاي اي كم من الانبوت، هو للاسف كبير جدا. كل يعني الليفل من الاي اي اللي احنا كلنا بنستخدمه هو جنراتيف اي اي. هو اي اي تاكيدي. يعني لو انت قلت له ايه رايك في احمد خليفه لاعب الكوره الكبير المحترف، هيقول لك كبير وجميل، هيقول لك احمد خليفه احسن لاعب كوره موجود في مصر. بالظبط، صح. مع ان احمد خليفه والله ما شافش الكوره دي، واخد بال حضرتك؟ بس هو كده، يعني دي مشكله الجنراتيف اي اي. الواحد والله محتاج يعيش مع حد كده، محتاج يلعب كوره. لا محتاج يعيش مع حد كده والله العظيم، يطبل له. يطبل له. يعني ايه رايك في انت جميل، ايه رايك فيا لو انا مش هو كل مره بيقول لي كده. انا النهارده الصبح بتكلم معاه بقول له انا تعبتك معايا، قال لي انت تؤمر يا احمد. اللي هو يعني انت ايه الجمال ده؟ ده ليفل مرعب جدا. يعني وصل لليفل ان هو بيفهم السنس اوف هيومر. انا كنت قاعد بتكلم مع الاي اي، فكان جاي لي واحده ست صوت، فدخلت عليها مراتي، فقلت لها على فكره مراتي دلوقتي داخله وهتفهم هتغير، راحت ضحكه. يا نهار ابيض، والله حلو ده، انا ما جربتوش ده. قالت لي لا اقول لها كذا 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 وخليها كمان هي تيجي تسال. فهي جت جنبي كده، راحت واقفه لي كده قالت لي ماشي هعديها لك عشان اي اي بس. هو ليفل مرعب. فانت لما يكون الاي اي وصل للسنس اوف هيومر، لا هو بيهدد قطاع السيلز وقطاع، او على الاقل
نسبه كبيره جدا ده جدا حقيقي. من السيلز اقدر اعملها بالاي اي، ده حقيقي. وابقى على الاقل انا متابع. لما احس ان انا محتاج هتدخل، يبقى انا اقلل عدد هو المشتغلين ده معايا. موجود فعلا. انا دلوقتي انا في 2020 كنت 2020 بالظبط في النص الثاني من 2020 بعد هوجة الكورونا، كنت بدرب في شركة العربي، مجموعة شركات العربي. ما شاء الله. فانا قلت لهم يا شباب خلي بالكم من حاجه، انا حتى قلتها كده، قلت لهم طبعا الاي اي كان كلمه كلنا عارفينها بقى لنا سنين طويله، والارتفيشال انتليجنس والافلام والخيال العلمي والكلام ده. بس انا قلت لهم قلت لهم يا جماعه يعني خلال 5 سنين انا قلت كده في روبوت ممكن يبدلك كويس لو انت بقيت روبوت بس، يعني انت بقيت بترد على الكلام بس. لكن لو انت شخص بتعرف تبني قيمه، تاني نفس الكلام، تبني قيمه وتزود القيمه وتبني علاقه، لو عرفت تعمل الاثنين دول هتقدر تستبدل الروبوت ده. في بياعين مثلا في العربي بعتوا لي السكرين شوت بالفواتير بتاعتهم، قالوا لي احنا كنا بنبيع مثلا المتوسط بتاعنا في الشهر ساعتها في 2020 يعني المتوسط بتاعنا مثلا في البيعه 100,000 جنيه، بقينا بنبيع ب 500,000 جنيه في البيع، لمجرد ان هو بدا يهتم لانه بدا يهتم بالكلام ده. ممكن يبيع مثلا او 100,000 ممكن تبقى 200,000 عشان نبقى ادق، يعني 100 ممكن ابيع في نفس الفاتوره نفس العميل ل 150 او 200. البيعه في حد قال لي انا البيعه بتاعتي كان المتوسط بتاعها 50 دقيقه، بقى المتوسط بتاعها 11 دقيقه. فده بالنسبه لي انا كاحمد كان انجاز رهيب، الحمد لله عملته في العربي، والحمد لله عملته في شركات كتير. تعرف ان انا عندي حد في مدرسه من المدارس، مش هينفع اقول اسمها عشان زمايلها ما يزعلوش، لما جينا في الاجتماع اول حرف من اسمها كده لما جينا في اجتماع اولياء الامور او جينا في الحفله في الجرادويشن، لقيت اولياء الامور بيتكلموا بيشكروا المدرسه، بيشكروا مديريه المدرسه، وبيشكروا الادمن. ده حقيقي. ليه بقى؟ هي اللي حضرتك قلته ده، حضرتك فسرت لي الموضوع دلوقتي. انا في ادمنز عندي يعني شغالين معايا، انا يعني في ناس شغالين معايا في الشركه، انا في جروث انجن، في ناس وهم بيتكلموا معاهم بيقولوا هو حضرتك احمد خليفه؟ يعني حضرتك متخيل النقطه دي؟ الولاد هنا بقى بيكلموني بيقولوا لي انا اتقال لي الكلمه دي، فدي تعتبر علامه نجاح. صحيح. انه قدر يثبت للشخص اللي قدامه ان هو الترينر نفسه او الكونسلتنت نفسه، هو خلاص خد الدي وصل لده، لان هو بقى بالنسبه للشخص ده شخص مفيد. فانا لو قدرت ان انا استفيد، انا كمعلم او انا كاي حد قدرت ان انا افيد العميل بتاعي، او عندي ادمن مثلا بيفيد العميل بيشتغل معاه في النقطه دي، كل ما اقدر اقنع العميل اكتر وابني علاقه اقوى. الاي اي ممكن يبدل، ممكن يبدل مثلا كاسيستنت في الاول، او شخص مثلا بيفلتر الرسائل اذا كانت كويسه او لا او كده، بعد كده يبدا يحولها البياع. ممكن ده مفيد جدا. تو وات اكستنت بقى الزبون دايما على حق؟ والله وامتى اقول للزبون او اقول للعميل او اقول للبيرنت او اقول لحاجه ستوب، مش مسموح لك؟ طيب هو العميل بيكون يعني العميل دايما على حق في حالتين، لما يكون عميل ولما يكون على حق. تمام كده؟ اول حاجه لما يكون عميل بتاعي كويس، لان في اوقات هو مش العميل بتاعي زي ما احنا كنا لسه بنقول، يعني في قاعده دايما بقولها، ليس كل العملاء عملائي. صح. يعني مش كل الناس هيحبوني، مش كل الناس هيشتروا مني، مش كل الناس هيشوفوني حاجه، مش كل الناس عندهم الفلوس بتاعه المنتج بتاعي. او حتى لو معايا الفلوس، يعني مثلا ما هو كل الناس في ناس مثلا معاها ثمن عربيه المرسيدس، هل كلهم بيشتروا عربيه المرسيدس؟ لا، في واحد بيشتري بي ام دبليو، في واحد بيشتري مرسيدس، في واحد بيشتري بنتلي، يعني هو كل واحد ودماغه. فدي النقطه الاولانيه، اولا لما يكون عميلي، دي اول نقطه. تاني نقطه لما يكون فعلا على حق، يعني هو فعلا بيتكلم في حاجه صحيحه هو عنده حق فيها. يعني انا صاحب شركه ما اروحش بتوع السيلز واقول لهم اسف البيرنت دايما على حق. لا ما ينفعش. لما يكون الاول بيرنت بتاعي، يعني مثلا انا داخل لي بيرنت وبيسالني مثلا سعر السنه عندكم كام، او التعليم عندكم الكورس عندكم بكام، فانا قلت له كورس بكذا، راح قال لي ايه ده يا نصابين يا حراميه يا اولاد لو اتكلم كده، انا بقى كبياع ساعتها لازم بقى اقعد اراضيه واقول له انت ليه حضرتك ما بتزعلش، احنا اسفين جدا، تعالى اعمل خصم. يعمل ايه في الحاله؟ لا يعني هو مبدئيا كده، يعني الكلمه اللي دايما بقولها ان تعاملنا مع رد فعل العميل هو اللي بيعمل رد فعل العميل الاضافي. يعني انا مثلا لو حد دخل انا في حد شخصيا يعني دخل اتكلم قال ما تتعاملوش مع احمد خليفه وما تشتغلكوش في الكورس بتاعه وما تجوش تاني في مش عارف كذا، وحكى قصه طويله جدا. انا اتعاملت مع الموضوع ده ان هو تحدي بالنسبه لي، ده مهم جدا. لازم الشخص ده، يعني حتى اساتذتنا في التسويق بيقولوا ان 1 من كل 27 عميل غير راضي
بيتكلم بيشتكي. فانا لو عندي حد بيشتكي او حد بيقول لي يا نصابين مثلا يا معناه كذا، في 26 واحد غيره مش بالظبط مبسوط كده. وعمل ايه؟ حلوه مهمه جدا دي. وعمل ايه 26؟ مشيوا. مشوا. يعني في بس في واحد ناس يتكلم بس. بالظبط كده، يعني في 26 واحد مش مبسوطين من السعر وعملوا ايه؟ سكتوا. سكتوا خالص واختفوا، اللي هم الناس اللي بتختفي دي. فانا هنا لما الاقي واحد بيقول لي يا نصابين يا كذا يا كذا يا كذا، انا ما اجيش اقول له ايه على فكره انت غلطان، على فكره انت مش عارف كذا. لا، ابدا اسمع منه بغض النظر هيشتري منه ولا لا. احنا قلنا لما يكون عميلي ولما يكون على حق. يعني هو غلط دلوقتي، هو مبدئيا كده، وده النقطه المهمه جدا، اتعامل مع الغلط ده ان هو غلط فيا ولا غلط في المؤسسه في العموم، يعني حاجه اعتباريه. صح، هو غلط في حاجه اعتباريه في اللوجو. ما غلطش فيا انا على فكره لو قابلته في الشارع او سالنا على بعض هيعاملك احسن معامله. صح. مش هقول لك الكلام ده. تمام. وده اللي يعني مثلا زي ما بقول لحضرتك كده، الشخص اللي دخل شتمني ومحدش اتعامل مع احمد خليفه والكلام ده كله، انا عملت ايه؟ ده انا خدت الموضوع ان انا رحت داخل ردد عليه واحده واحده. وطبعا انا برحب بيك وبعتذر جدا عن اللي حصل لو انت اتضايقت من حاجه او كان توقعاتك في مكان وانا ما اديتش بنفس التوقعات دي، لكن النقاط اللي حضرتك اثرتها ورحت رديت نقطه 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 نقطه. فبدل ما الناس كانت متفاعله بقى وايوه وازاي حد ما تروحش لاي حد مشهور بيتكلم في المبيعات وخلاص، لا لازم تختار الشخص اللي يحترمك فعلا. يعني في ردود فعل كده، بعد ما انا رديت ردود الفعل بدات ايه؟ تنعكس تماما. يعني بداوا يردوا ازاي طبعا المفروض تسمع الاستاذ احمد الاول، المفروض تتفهم الموضوع. لقيته هو راح مدخل مكلمني على الخاص، على فكره يا استاذ احمد انا بعتذر جدا وما كنتش اقصد. فقلت له يا حبيبي براحتك خالص، واللي انت عايزه نعمله وهنرجع لحضرتك فلوسك ونعمل. مع ان انا كنت مشتوم، يعني هو شاتمني على الاخر يعني. فقال لي لا ده انا بحذف البوست وبعتذر لحضرتك جدا وما اقصدش الكلام ده، وفعلا حذف البوست. عايز اقول لحضرتك يعني معلومه كده لطيفه، يعني ان البوست ده جاب لي عدد من المتابعين حوالي مثلا 300 او 400 واحد. ناس داخلين يتابعوني. تمام. فانا لما كان بيحذف بوست كنت عايز اقول له ما تحذفوش كنت عايز اقول له كده بس قلت بلاش، يعني كنت عايز اقول له ما تحذفش بوست بيجيب لي شغل. السؤال الاخير النهارده، ايه هي مهارات البيع اللي بيحتاجها كل الناس؟ عشان خاطر انا مهتم جدا الفتره اللي فاتت دي ان انا اتكلم مع الناس ان انت عشان تكون مؤهل لسوق العمل محتاج تهتم بالسوفت سكيلز بتاعتك. حلو جدا. فايه الكورسات اللي ياخدوها سواء كانوا مدرسين مهندسين اي حد في اي تخصص اللي تساعده يبيع البيع اللي هو من المفهوم؟ اول حاجه خد الكورس بتاعي. تمام. ادي كده بعته. مش قادر. الكورس بتاع حضرتك اسمه ايه؟ اسمه احتراف المبيعات للعقل اللاواعي. احتراف المبيعات اي تخصص؟ اي تخصص. خلاص انا رقم واحد هدخل تنورنا ان شاء الله عند حضرتك. اول مقعد. الله يسلم حضرتك، تنورني يا فندم. شرف لي. دي اول يعني اول المهارات بتاعه البياع. خلاص. اول حاجه هي مهارات التواصل. خلاص. ودي عباره عن ازاي بسال، ازاي بسمع، ازاي بعرض. دي مهارات التواصل. تمام. حلو جدا. الكوميونيكيشن سكيلز. بالظبط كده. فانا عندي نقطه الاهم في الموضوع ان انا كبشر لازم اسال الاول واعرف اسمع كويس عشان اعرف اتكلم. حتى انا كمعلم، انا يعني معلم في قصاد طلبه، لازم اكون بعرف ازاي اسمع كويس. في مشكله كبيره عندنا بالمناسبه، مش ان احنا بنتلقى المعلومات، احنا بنسمعها، احنا بنحللها. في حاجه اسمها effective listening، الاستماع الفعال. طبعا او positive. بالظبط كده، او positive listening. انا بسمع كويس مش passive. مش معلومات بتخش وخلاص. صحيح. لازم اكون بعرف احلل المعلومه واسمعها كويس جدا، وبالتالي لما اجي ابدا ارد يبقى ردي مبني على اللي انا سمعته. بالظبط. كويس كده. اللي بعده بقى اللي هي احنا قلنا الاستماع الفعال، الاسئله الاول، ازاي اسال، ازاي اسمع، وازاي اعرض. يعني ازاي ابدا اعرض المعلومه بتاعتي بناء على اللي انا سمعته. في التدريس احنا عندنا حاجه اسمها elicitation. بالظبط. تو elicit اللي انت تجيب من العميل اصلا المعلومه. بالظبط من كده. من الطالب، وانت هو ده العميل بتاعك. ده العميل بتاعي. فانت بتجيب منه المعلومه elicitation. واحنا كمان لما بنقيم المدرس بنقيمه على قد ايه اتكلم وقد ايه الطالب اتكلم. فلو هو اتكلم 20 والطالب اتكلم 80 يبقى ده مدرس شاطر. ده حقيقي. لو هو اللي قاعد يتكلم زي المدرس اللي بيقف الحصه كلها بيتكلم والطلبه قاعدين passive listeners، زي البياع اللي بيقف يكلمك طول الوقت فخلاص ما بتشتريش منه، فالبيعه ما تمتش. عشان كده بيتقيم تقييم واحد. انا عايز اقول لحضرتك ان انا في ليا صديق، يعني صديق مثلا ليا من 20 سنه. كويس. الراجل ده قعدنا حوالي 4 أو 5 سنين ما تقابلناش يعني. فقال لي واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض لسه من سنه كده او حاجه، فكنا بنتكلم مع بعض، فقال لي انا عايز اقول لك على حاجه، انت بقيت بتتكلم اقل. فانا الكلمه خبطت في دماغي كده، فقلت له يعني ايه؟ قال لي انت زمان كنت بتتكلم كتير.
قلت له ده الكلام يعني، قلت له كنت بسمع برضه ولا؟ قال لي كنت بتسمع كويس وبترد كويس جدا بس كنت بتتكلم اكتر. قال لي مع الوقت كل 3 4 سنين لما نتقابل بلاقيك بتتكلم اقل، كل شويه اقل. قال لي دلوقتي انت ساكت خالص وانا قاعد بتكلم، خلصت كلامي رحت تلاقي الجمله بعد كده سكت تاني. فقلت له هو ده تاثير البيع عليا، يعني تاثير البيع عليا انا كاحمد كشخصيتي، ان انا بقيت بسمع اكتر بكتير ما بتكلم. فطبعا انا هنا في البودكاست قاعد برغي طول الوقت يعني ده موضوع تاني يعني عشان مطلوب مني ان انا اجاوب. جاوب دلوقتي. احنا عايزين حضرتك ربنا تتكلم يحفظك. اكتر. العفو يا فندم، ده شرف والله ليا انا والله. يعني للاسف وقت البودكاست تمام انا معاك، خلص، الله يسلمك. واحنا ان شاء الله يعني توعدنا بحلقه جايه زي تاني الفل، انا مع ان شاء حضرتك الله دايما. باذن الله مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شفتوا مهارات البيع هي مش انك تبيع منتج وتاخد فلوس. مهارات البيع هي الحياه كلها. انت طول الوقت بتبيع نفسك، بتبيع افكارك، بتبيع مع اولادك، مع مراتك، مع مديرك في الشغل، مع زميلك، مع كل الناس. فلازم نهتم جدا 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 بمهارات البيع زي ما اتعلمنا النهارده من الاستاذ احمد خليفه اللي شرفنا ونورنا. شرفت حضرتك جدا. جزاكم الله كل خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وزي ما كنا مع بعض النهارده استمتعنا كلنا ان شاء الله يعني بالحلقه جميله وبكم المعلومات المهمه جدا اللي استفدنا منه النهارده. ونوعدكم ان شاء الله الحلقه الجايه هيكون معانا ضيف جديد ونجم جديد في اديفيرس توكس. كان معكم تامر أنور.